النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا بالبطاطس. وبجد دي من الوصفات السهلة واللي ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها، وطريقتها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة، بس نتيجتها فعلا بتبقى طعمها حلو جدا. وكمان هقولكوا على كل التفاصيل اللي هتطلعها معاكم مظبوطة من اول مرة. فيلا بينا نبدأ ونشوف طريقتها ازاي. اول حاجة هنحتاجها في وصفتنا وهي اللحمة المفرومة. هستخدم هنا كيلو من اللحمة المفرومة، عليها 200 جرام من الدهون. والدهون هنا مهمة جدا لأنها هتخلي بعد كده الكفتة تبقى جوسي وطرية. وبالنسبة للحمة المفرومة فهي لازم تكون مفرومة مرتين. أنا هنا كانت مفرومة مرة واحدة، فهضيف عليها البهارات وبعدين هفرمها تاني. بالنسبة للبهارات معايا معلقة ملح، معلقة فلفل أسود، معلقة قرفة، معلقة كمون، معلقة أو معلقتين كبار من بهارات الكفتة. هضيف البهارات عندي على اللحمة، وهضيف عليها بصلة وسط مفرومة ناعم. ولازم نصفي البصلة كويس من المية. وبالنسبة لمية البصل فما ترموهاش، ممكن تتبلوا بيها اللحمة المشوية. واللحمة المفرومة عندي كانت مفرومة مرة واحدة، فلما ضفت عليها البهارات والبصل هفرمها تاني عندي في الكبة، وهنفرمها ناعم جدا. انا ضفتها كلها مرة واحدة، وده عشان الكبة عندي كانت كبيرة. لو الكبة صغيرة فبتقسموها على مرتين، ده عشان اللحمة تتفرم معانا وتبقى ناعمة جدا. بعد ما اللحمة عندي اتفرمت ناعم هضيفها عندي في الطبق. ولو اللحمة عندكم كانت مفرومة مرتين فهتضيفوا عليها البهارات والبصل، وبعد كده بتكملوا باقي الخطوات. ودلوقتي بعد ما خلصنا فرم اللحمة وضفنا عليها البهارات عندنا والبصل، نيجي دلوقتي للخطوة المهمة وهي تكوير الكفتة. بناخد جزء صغير من اللحمة المفرومة في ايدنا ونبدأ نكوره على شكل كرات كده، تبقى حجمها متوسط، مش كبيرة قوي عشان تستوي كويس من جوه، ومش صغيرة قوي عشان ما تنشفش معانا. ومهم نخلي الكرات كلها قد بعض تقريبا، وده عشان التسوية تبقى مظبوطة وما يبقاش في واحدة مستوية والتانية لأ. ولو حسيتوا ان الكفتة بتلزق في ايدكم هتدهنوا ايدكم بحاجة بسيطة جدا من الزيت، وده هيسهل عليكم جدا في التشكيل. ولو لقيتوا ان اللحمة معاكم طرية ومش ماسكة نفسها كويس فهتضيفوا عليها معلقة نشا، والنشا هنا هيساعد ان اللحمة تمسك نفسها وهتسهل عليكم جدا في التشكيل. وقبل ما نحط الكفتة اللي كورناها في الطبق بنرش الاول الطبق بطبقة من الدقيق، والخطوة دي بتمنع ان الكفتة انها تلزق في الطبق او في بعضها، وكمان بتحافظ على شكلها لعند ما نحمرها. بعد ما خلصت تكوير الكفتة كلها، وزي ما انتم شايفين كده ان حجمها وسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة، هنرشها كده من فوق برشة دقيق، ودي هتخلي ان الكفتة تحافظ على شكلها وما تلزقش في بعض، وكمان هتساعدها انها تمسك نفسها اكتر وقت التحمير. بعد كده هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا عشان الكفتة تشد كده وتمسك نفسها كويس، ولما نيجي نحمرها تفضل محافظة على شكلها وما تتفتحش معانا. هنسيب بقى الكفتة في التلاجة ونحضر الصلصة بتاعتها. في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت، وهنستنى لعند ما الزيت يسخن، وبعد كده هنضيف عليها بصلة مبشورة ناعم، بصلة حجمها وسط. هنشوحها على النار لعند ما البصل يدبل وياخد لون ذهبي خفيف، وبعد كده هنضيف عليه فصين توم مفرومين وهنقلبهم مع بعض كويس. واول لما التوم يدبل ويطلع ريحته بنعرف ان كده خلاص تمام، وبنكمل باقي الوصفة. هنضيف على التوم معلقة كبيرة بابريكا، وهنقلبها على طول عشان لو سيبناها من غير تقليب فهتتحرق معانا. وبعد كده هنضيف عصير الطماطم، هنقلبه مع التوم، وبعد كده هنسيبه على نار وسط لعند ما يغلي شوية. وبالنسبة للبهارات اللي احنا هنضيفها، معايا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة ملح، وعندي معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم، ومكعب مرقة. وهنضيف كمان معلقة صغيرة قرفة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنسيب الصلصة تتسبك لعند ما قوامها يتقل شوية. هنغطي عليها وهنسيبها على نار وسط. وبعد كده معانا بطاطساية واحدة حجمها يكون وسط او تبقى كبيرة شوية، هنقشرها وهنغسلها كويس، وبعدين هنبدأ نقطعها. هنقطعها مكعبات وسط، ولا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة.
وده عشان لما ندخلها الفرن مع الكفتة تستوي مظبوط وتفضل محافظة على شكلها. شايفين حجمها قد ايه؟ وده الحجم اللي احنا محتاجينه في كفتة داوود باشا بالبطاطس. بعد كده هنبدأ نحمر البطاطس. انا هنا كنت مسخنة الزيت على نار متوسطة، وهبدأ انزل بالبطاطس اللي احنا قطعناها. هنقلبها كل شوية لعند ما تاخد لون ذهبي فاتح كده. احنا هنا مش هنحمرها زيادة عن اللزوم، يعني هي نص تحميرة، وهنرفعها من على الزيت عشان تكمل سواها مع الكفتة بعدين في الفرن. واول ما تاخد لون دهبي خفيف بنطلعها على طول من الزيت وبنحطها في طبق على جنب، او ممكن تطلعوها على مناديل مطبخ عشان لو فيها اي زيت زيادة تتشربه. ودلوقتي بعد ما خلصنا تحمير البطاطس هنستخدم نفس الطاسة عشان نحمر الكفتة فيها. هننزل بالكفتة واحدة واحدة عشان ما تلزقش في بعض، ونخلي النار متوسطة، وهنسيبها تتحمر لعند ما تاخد لون بني فاتح من كل ناحية. احنا مش عايزينها تستوي تماما، مجرد بس تشويحة بسيطة عشان تمسك نفسها وما تفكش لما نحطها في الصوص بعد كده، وعشان كمان لما نحطها مع البطاطس وندخلها الفرن تكمل السوا بتاعها. واهم حاجة ان احنا هنسيبها تاخد صدمة من الزيت السخن الاول قبل ما نقلبها. وانا هنا مش هحمر الكفتة كلها مرة واحدة، هنقسم الكمية على مرتين، وده عشان لو نزلت بالكمية كلها مرة واحدة فالكفتة هتلزق في بعض. ودلوقتي بعد ما الكفتة اتحمرت من كل ناحية هنشيلها من الطاسة وهنحطها في طبق على جنب. واحنا بنشيل الكفتة نحاول نصفيها كويس من الزيت، وده عشان تنزل اي زيت زيادة تبقى موجودة فيها. وبعد كده عندنا صينية هنحط فيها البطاطس اللي احنا قطعناها وحمرناها، وهنضيف عليها فلفل الوان متقطع احمر واصفر او اي فلفل متوفر عندكم. وبعد كده هنحط عليها الكفتة اللي احنا حمرناها، واخر حاجة بقى وهي الصلصة هنضيف عليها الصلصة. وبجد دي من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها في كفتة داوود باشا. هنقلب الكفتة عندي في الصلصة، بعد كده هنزود عندي مية سخنة، ودي خطوة مهمة جدا لانها هتساعد الكفتة انها تكمل السوا بتاعها، وكمان بتخلي الصلصة قوامها مظبوط، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. بعد كده هندخل الصينية على فرن درجة حرارته 180، هنسيبها حوالي 10 دقايق لعند ما تتحمر وتاخد لون حلو من على الوش. وشايفين شكلها بعد ما اتحمرت ما شاء الله جميلة جدا، وريحتها كانت طالعة حلوة قوي. وبعد ما طلعناها من الفرن ممكن نضيف عليها شوية بقدونس متقطع ناعم، وحقيقي ده بيديها شكل حلو جدا. جربوا كفتة داوود باشا بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. وبجد دي من الوصفات السهلة والمريحة واللي ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها. ممكن تقدموها مع رز بالشعرية زي ما انا عملت كده او رز ابيض. والوصفة دي مش محتاجة مكونات كتير ولا خطوات صعبة، ومع كده نتيجتها بتطلع ممتازة، والكفتة طرية ومستوية كويس، والصلصة حقيقي مديها طعم حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. بجد شكلها حلو جدا. وكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، كفتة داوود باشا بطريقة سهلة وخطوات واضحة. ولو وصلتم لعند هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.